انتوا ما عندكوش مكنسة، لان المكنسة الحقيقية جت فعلا. تخيلوا بتكنس وتمسح وتنشف وكمان تعملي بيها المرتبة وتعملي بيها الارض وتعملي بيها كل حاجة والستاير. مفيش مكان في بيتك غير وهتلاقيكي بتستخدميها فيه. وتعالوا بقى اقول لكم على المكنسة الرهيبة. جات لي بقى لها 3 شهور عندي استخدام، ولحد دلوقتي اول مرة اصورها لكم. هاتي كوباية شايك بقى وتعالي اقول لك هتخلي العيال يتلهوا في حاجة حلوة قوي وانتي بتروقي الشقة. انا بشغل لهم دايما القناة دي، بيقعدوا يعملوا عليها اكسرسايز تبقى حلوة قوي ومسلية. وتعالوا بقى اعرفكم على مكنستي القمر اللي ليها استخدامات كتيرة قوي. اول حاجة بنفك الباور بتاعها ونقدر نركبه على كل الوشوش بتاعتها، وده اول وش هركبه لكم بتاع الكنب والمراتب. اول حاجة فيه ان هو بيشفط كل حاجة حتى التراب، يعني انا بستخدمه اكتر حاجة للمرتبة لما احب اعقمها، فدي بتبقى حلوة قوي. وهنا مودي ما خلينيش اصور طبعا زي ما انتم شايفين. ومن هنا محمد يلهيه معاهم ويلعب معاهم. محمد ده الوجه الخفي اللي معايا في الفيديوهات بتاعتي، وده اخويا يا جماعه. هي شفطت كل حاجه وحبينا نوريكم كمان قد ايه كميه الشفط بتاعها، وقلت لا 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 انا لازم اصور لكم كمان المراتب وهي بتتعمل. انا جايبه لكم مفاجاه ان في 100 يورو خصم على المكنسه دي، وهحط لكم اللينك بتاعها. بس اكتبي لي في الكومنتات كلمه مكنسه وانا هنزل لك كل التفاصيل بتاعتها، وكمان اللينك اللي هتشتريها منه، واكيد اكيد كود الخصم بتاعي واللي هكتبه لكم على الشاشه دلوقتي. انا بحب بعد ما اخلص احط البرودكت ده عشان بيقتل 99% من الجراثيم والبكتيريا اللي بتبقى موجوده على السرير، وكمان بيقتل الريحه، وكمان بيكون معقم وريحته حلوه. نيجي بقى للمكنسه. ويا جماعه كل الالعاب دي في معظمها العاب انا هحط لكم صورها لاني عايزه اتخلص منها، فلو حد عاجبه حاجه في الصور اللي هحطها يتصل بيا ويقول. نيجي بقى لاحلى قطعه موجوده في الاكسسوارات، وهي المكنسة اللي من غير اي سلك، اللي قوة شفطها رهيب يا جماعة. قوة الشفط بتاعتها حلوة قوي وبتشيل من كل حاجة، وكمان بتنزل تحت الكنب والكراسي. وهوريكم دلوقتي قد ايه هي خفيفة وقد ايه هي بسرعة. شايفين مودي طبعا لازم يحط التاتش بتاعه، ولازم يكون هو اللي ماسك كل حاجة يوقعها. شايفين المكنسة بتشفط ازاي، ولا اصلا هي قوة الشفط بتاعتها ازاي. وتعالوا هنا لسه جاي عشان اشيل تحت السرير، لقيتها بتقولي ان بقت مليانه خالص. شايفين كميه التراب ده كان بس على السجاده دي. اقول لكم على حاجه، المكنسه ديت انا كنت جايباها لمامتي قبل ما تتوفى، لاني كنت شايفه قد ايه هي بتتعب في البيت، فكنت حابه اريحها بقدر الامكان. وانا دورت لها على حاجه يكون فيها اكسسوارات كتير وما لقيتش احسن بصراحه من المكنسه دي. هي ما شافتهاش، انا وريتها لها في الصور بس وهي في المستشفى، لان هي كانت وصلت اما هي ما لحقتش بصراحه تمسكها، فعايزاكم تدعوا لها بالرحمه. هنا حبيت ان انا اوريها لكم وهي نازله على الارض خالص، لانها بتلمس الارض، بتجيب من كل حته. وهنا ده القطعه الثالثه، وديت قطعه بتشيل كل حاجه من على الارض، وكمان الجوانب وكمان الحواف. يعني دي اكتر حاجه كنت بستخدمها فيها، انها بتجيب لي كل الحواف اللي موجوده، وكمان تقدري تستخدميها في الستاير. بس انا استخدمتها الاستخدام ده في الحواف علشان بصراحه كانت حلوه. وهنا حبينا نفرح الاولاد شويه ونعمل لهم نور كده وديكورات. وتعالوا بقى اوريكم احلى قطعه موجوده، لان المكنسه الحقيقيه وصلت. هي دي تكنس وتمسح يا جماعه، بتشيل كل حاجه من على الارض، كل حاجه اي حاجه، حتى لو بيض، حتى لو قشر بيض. الولد بيوقع على طول العصير على الارض، وحبيت اوريكم بتشيل كل حاجه بسهوله وبتنضف لك الارض جدا، وكمان بيكون فيها ريحه حلوه. فانت كده ولا هتضطري تكنسي ولا هتضطري تمسحي، هي ببساطه واحده بس كده هتمسحي وتكنسي وتعملي كل حاجه. شايفين؟ ودي من احسن الحاجات اللي استثمرتها في بيتي بصراحه، لان وجع الظهر وحش قوي، والناس في ناس كتير بتعاني يا جماعه من حاجه شبه كده، والكنس والمسح طول اليوم بيرهق. فديت حاجه هتوفر عليكي وقت ومجهود، وهتكون هديه حلوه لو حبيت تهدي مراتك بيها، لان هي يا عيني تعبانه طول اليوم. او حبيتوا تجمعوا من بعض وتجيبوا لمامتكم هديه، فدي برضه هتكون هديه قيمه جدا. وهنا حبيت اوريكم مكان الميه النظيفه وكمان مكان الميه اللي مش نظيفه. بس هنا انا اسفه على اللي انتوا هتشوفوه، بس كميه ان الحاجات اللي طلعت منها كتيرة جدا. بس انتوا اصلا مش هتوسخوا ايديكم في حاجه شبه كده، لان المكنسه بتنظف نفسها بنفسها، ودي احلى حاجه فيها. تكه زرار واحد هتكون خلصت المكنسه. هي بتغسل وتنظف كل الحاجات بتاعتها وكل القطع بتاعتها، مفيش بس غير السرباتويو ده اللي لازم ترموه بس، مش اكتر. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في المكنسه القمر دي. وانا لسه عند وعدي، اكتر واحده هتعمل كومنتات كتير واكتر واحده هتعمل شير كتير ليها عندي هديه، وفي الفيديو ده انا هختار 2 ليهم هدايا مني. وديت المكنسه اللي بتكنس، وديت القطعه الرفيعه اللي بتجيب من الاماكن الضيقه، وديت كل اكسسوارات المكنسه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. هستنى اشوف من الاتنين اللي هيكسبوا النهارده في الكومنتات.